القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. تبدأ القصة حيث تنتهي. في واحد الليلة باردة من ليالي الشتاء، في مدينة صغيرة هادئة، كان كل شيء عايش حياته بشكل عادي. الناس كيسدوا محلاتهم والزنقة بدات كتفرغ من الحركة. ولكن في ذاك الليل كان واحد الشخص كيدور في الأزقة بعينين مليانين خوف وتوتر. ما كانش عارف أن ذاك القرار اللي غادي ياخد الذي يقلب حياته كاملة، وغيخلي قصته مثال على أن روح الإنسان عند الله عظيمة، وأن الظلم ما كيبقاش مخبي. الضحية كان شاب بسيط معروف بين الناس بالأخلاق ديالو والمعاملة الزينة، خدام على راسو وكيعاون عائلته. ما كان حتى واحد يتوقع أن حياته غادي تسالي بهذه الطريقة القاسية. في ذاك الليل خرج من خدمته متأخر شوية، وكان غادي غير يرجع لدارو بحال أي نهار. لكن في طريق مظلم شوية تقاطع طريقه مع واحد الشخص آخر، شخص كان كيحمل في صدره الغضب والطمع. الجاني كان عارف الضحية من قبل، وكان كيعتقد أنه عنده فلوس، وبدا الشيطان كيوسوسيه. في ذاك اللحظة ما فكرش في العواقب، وما فكرش أن روح الإنسان عند الله ماشي لعبة. تقرب منه ووقع شجار قصير، دقائق قليلة فقط، ولكنها كانت كافية باش تحول الجريمة. الشارع بقى فاكت، ولكن الأرض كانت شاهدة. الجاني هرب بسرعة وقلبه كيدق بعنف، كان كيعتقد أن الليل غادي يخبي الحقيقة. مشى لدارو، غسل يديه، بدل حوايجه، وحاول يرجع يعيش حياته كأن والو مواقع. ولكن الحقيقة عندها طريقة غريبة باش تبان. في الصباح اكتشفوا الناس الجريمة، الخبر انتشر بسرعة والصدمة كانت كبيرة. البوليس بدأ التحقيق، ولكن في البداية ما كان حتى دليل واضح. الشارع كان شبه فارغ وما كاينش شهود مباشرين. الجاني بدأ كيحس بالراحة وقال في باله يمكن القضية تسالي هنا. ولكن مع مرور الأيام بدأت تفاصيل صغيرة تبان، تفاصيل ما كان حتى واحد كيحسب ليها حساب. كاميرا مراقبة بعيدة شوية سجلت شخص كيدوز في ذاك الوقت. ما كانش الوجه واضح بزاف، ولكن طريقة المشي واللباس عطاته خيط أول. من جهة أخرى واحد الشاهد تذكر أنه شاف جوج رجال واقفين كيهضروا قبل ما يسمع صوت الشجار. المحققين بدأوا يركبوا القطع الصغيرة بحال البازل، ومع الوقت الشك بدأ يتجمع حول شخص واحد، نفس الشخص اللي كان كيعتقد أنه نجا. الجاني بدأ يحس أن الدائرة كالضياق عليه. البوليس بدأ يسوله أسئلة عادية في الأول، وهو كان كيجاوب بثقة وكيحاول يبان هادئ. لكن الضغط النفسي بدأ يكبر. الليل ولا طويل والنوم ولا صعيب. صورة الضحية بقات كتلاحقه، كل صوت صغير كيخليه يتفزع، وكل مرة كيشوف سيارة شرطة قلبه كيوقف. وكانت اللحظة الحاسمة ملي اكتشفوا دليل صغير جدا ولكن قوي. أثر بسيط ما كانش باين في الأول ربط الجاني بمكان الجريمة، ومن بعد تحليل الأدلة ما بقى حتى شك، تم اعتقاله. في ذاك اللحظة بان الخوف الحقيقي في وجهه. الشخص اللي كان كيعتقد أنه غادي يفلت لقى راسه مكبل بالقيود. وأمام المحققين وبعد ساعات طويلة من الأسئلة انهار واعترف بكل شيء. قال كلمة مؤثرة: كنت كنظن أنني غادي نهرب، ولكن ما قدرتش نهرب من ضميري. القضية وصلت للمحكمة وتم الحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة. والدرس اللي بقات كتحكيه هذه القصة هو أن روح الإنسان ماشي رخيصة، عند الله عظيمة وغالية. ويمكن الإنسان يهرب من الناس لبعض الوقت، ولكن ما كيهربش من الحقيقة ولا من العدالة ولا من الحساب. الليل ممكن يخبي الجريمة، ولكن ما كيقدرش يخبيها للأبد. وكل مرة كتوقع فيها جريمة بحال هادي كتذكرنا بحقيقة كبيرة، أن الظلم يمكن يمشي بعيد، ولكن العدالة كتوصل ليه في الأخير ولو بعد حين.